ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سنتحدث عن ملف اقتصادي مهم جدا يتعلق بالاستثمارات دول الخليج في المغرب، والتي بلغت خلال السنوات الماضية مليارات الدولارات، وجعلت المغرب واحد من أبرز الوجهات الاستثمارية في إفريقيا والعالم العربي. فمنذ بداية الألفية الجديدة ضخت دول الخليج وعلى رأسها الإمارات والسعودية وقطر والكويت أكثر من 7 ملايير دولار من الاستثمارات المباشرة في المغرب، إضافة إلى برامج دعم وتمويل تنموية بقيمة 5 مليارات دولار ثم الإعلان عنها سنة 2012. لكن السؤال الذي يطرحه الكثيرون: أين هي هذه الاستثمارات؟ وما هي المدن التي ضخت فيها هذه الاستثمارات؟ المدينة الأولى، وهي الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب، استحوذت على جزء كبير من هذه الاستثمارات، فقد تم إنشاء مشاريع عقارية ضخمة ومراكز أعمال وفنادق عالمية ومراكز تجارية حديثة، مما ساهم في تعزيز مكانة المدينة كأكبر قطب اقتصادي في المملكة. مدينة الرباط شهدت العاصمة المغربية مشاريع كبرى، أبرزها مشروع تهيئة ضفة نهر إبي رقراق ومشاريع وصال الرباط، التي استقطبت استثمارات بمئات الملايين الدولارات في السياحة والعقار والبنية التحتية. مدينة طنجة، مع النجاح الكبير لميناء طنجة المتوسط، توجهت استثمارات خليجية نحو المناطق الصناعية واللوجستية والعقارية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمدينة القريبة من أوروبا. مراكش، مدينة مراكش تعتبر مراكش الوجهة المفضلة للعديد من المستثمرين الخليجيين، حيث تم إنشاء فنادق ومنتجعات سياحية فاخرة ومجمعات سكنية راقية تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم. مدينة أكادير شهدت استثمارات مهمة في القطاع السياحي والبنية التحتية والخدمات، مما ساعد على تعزيز الجاذبية المدينة كوجهة سياحية عالمية. ورزازات والجنوب المغربي استفادت من مشاريع الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، خاصة مع توجه المغرب نحو إنتاج الكهرباء النظيفة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. ومن بين أكبر المستثمرين الخليجيين نجد الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، وقطر في المرتبة الثالثة، والكويت في المرتبة الرابعة. ولا تقتصر الاستثمارات الخليجية على العقار والسياحة فقط، بل تشمل أيضا البنوك والخدمات المالية، الموانئ، النقل، الصناعة، الفلاحة، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا والبنية التحتية. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن ترتفع هذه الاستثمارات بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة، خاصة مع استعداد المغرب لاحتضان مشاريع ضخمة مرتبطة بكأس العالم 2030، مثل توسعة المطارات وبناء الفنادق وتطوير شبكات النقل والقطارات السريعة. والعديد من المحللين أن المغرب أصبح بوابة مثالية للمستثمر الخليجي نحو إفريقيا، حيث يمكن للشركات الخليجية الانطلاق من المغرب نحو أسواق تضم أكثر من مليار نسمة. عندما تستثمر دول الخليج مليارات الدولارات في المغرب، فهي لا تراهن فقط على الحاضر، بل تراهن على مستقبل بلد أصبح قوة اقتصادية صاعدة في إفريقيا ومراكز استراتيجية يربط بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا اللايك والاشتراك، والسلام عليكم إلى فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وفي حفظه.